النهارده هنسمع اكتر ما هنتكلم، بس في حاجه عايزه اقولها قبل ما نسمع. كهربا طلع في 4 برامج علشان خاطر يتكلم علينا، احنا سكتنا عشان احنا مؤدبين، وطلع قال لك انا تفيت على جمهور نادي الزمالك. راحت المذيعه قالت له ايه ده تفيت فين؟ قال لها تفيت جوه النادي، تفيت عندهم. قالت له كده، قال لها عادي. وراحت قالت له عادي، قال لها عادي عادي، قال لها عادي. وقعدوا هما الاثنين يضحكوا، عصافير كناريا. قعدوا يضحكوا علينا ويتكلموا علينا. حد قال له عيب؟ لا، ما حدش قال له عيب. طلع شكك ما بين الاداره وما بين نادي الزمالك وقال لك هعمل لهم مشاكل، وشكك جماهير نادي الزمالك في الاداره وقال لهم ايه؟ ان لسه الفلوس متقسطه، بس ما قال لهمش انه الفلوس المتقسطه دي على النادي الاهلي مش على نادي الزمالك، بمعنى ان هو واخد فلوس من النادي الاهلي ومقسط منهم الفلوس دي، ولكنه سدد الغرامه كامله لنادي الزمالك ده، زائد مجلس الاداره نزل تاكيد على الكلام ده. يعني عشان احنا زعلنا ان انت قلت لنا ادفوا هنا واحنا ماشيين في الشارع لقينا تسجيل، فقلنا نفتح التسجيل ده. طلع صوتك ان انت بتتآمر ان انت تمشي خلع، عايز تخلع عليها كهرباء. هو الهروب بقى في دمك؟ بقيت بتاخدوا حقن؟ هربت مننا هتهرب من الناس الغلابه اللي انت بتقول بحبهم وابويا وامي و24 ساعه بتقول انا الاهلي انت مين؟ طب ما انت هتخلع من الاهلي اهو. ومش بس كده، يعني في فويس تانية هنحطها برضه، يور فازر بيقول ان هو بيسمسر على النادي الاهلي وبيقول ان هو هيضغط على النادي. طب ما تيجي نسمع. النظام في السيستم في مصر ازاي؟ انت تحب انهم يبعتوا فاكسه يعني، ولا هم لما هم يجوا يبقى معاهم فاكس في ايديهم احسن؟ خلاص، لما يجوا يقابلوك انت الاول ولا يروحوا على النادي الاهلي الاول؟ لا، هم يوروني الاول بس اشوف الفاكس الاول انا. بس ما ننكرش ان انت صوتك حلو وانت لسه قايم من النوم. ايه الكهرباء اللي انت بتقول انت عايز تخلع؟ عايز تخلع من الاهلي؟ يالا هو مش الاهلي ده اللي انت قلت فيه الم كور والم فيه الزباله والعب فيه ببلاش؟ قال لا، امال فيه ايه؟ امال هتسيب ايمان لوحدها؟ امال مين اللي هيعمل صوم فصاو مع امام؟ امال مين اللي هيوطي على الارض؟ واخد بالك؟ مين اللي هينام على ركبته ويعمل لنا عايز تفلق؟ عايز تسيبهم وتفلق؟ قال لا، مش 24 ساعه الاهلي اهلي والخطيب ده ابويا وكولر ده امي وايمان ده جوز خالتي و24 ساعه كلهم اهلك. هو انت مين اللي مربيك؟ انا عايز اوصل له. بس انت شويه تقول ده ابويا وده ابويا وده، انا عايز اوصل للي مربيك. عبد المنعم هنوصل له. نظرك انا اضغط عليهم عشان على الاهلي انا خلاص، وانت كمان عايز تعمل موضوع الغرامه الاول خلاص، المشكله خلصت هتخلص النهارده ان شاء الله. هبعت لك الصوره ان شاء الله وكمان يومين هقابل 1,300,000 يبقى مثلا ايه؟ يدوا مثلا 50% او 60% دوت لحضرتك، بحيث انك انت حضرتك اللي انت عملت الشغل دوت. بالنسبه للسنتين مفيش مشكله عندي، مفيش مشكله والله العظيم. بالنسبه للسنتين التانيين 2,400 كهرباء مرضي ولا مش مرضي؟ مبلغ كويس ولا اتكلم معاهم فيه؟ لو عايز تزود ما تزودش مفيش مشكله. ليه؟ ده يتحط في شيك لكهرباء على جنب كده، شيك بعيد عن العقد. الشيك بيبقى هيبقى باسم حضرتك، يتحط في حساب حضرتك، وده غير العقد بتاع كهرباء، صح كده؟ ان شاء الله عادي ماشي. اتصل انا بتوع نانت دلوقتي على طول، هقول لهم خلوا العقد بتاع الاهلي نزلوه 800 من 3,800 خلوه 2.5 وممكن يوصل 3. لو وصل 2.5 الفرق بين الفرق اللي انتم كنتوا هتدفعوه ده 1,300,000 دوت، زودوا اللاعب شويه، لان والد اللاعب هو اللي هيضغط في تنزيل المبلغ دوت. هيبقى انا كنت كده بعمل كده مع احمد يحيى، انا كنت واثق كل حاجه. ما انا لا انا حاج ده يعني احنا قلنا ان الواد ماشي، الواد عقله هوبا ماشي، مش مشكله خلاص. هو متعود على الهروب، هو بياخد الهروب حقن، هو بيشد هروب. فهرب من نادي الزمالك اللي عمله وخلاه من اللا شيء، جابه من الحضيض، ما كانش على الارض، كان تحت الارض. مدينا ايدينا من عن تحت الارض وقعدنا نعافر، شدناه ايدينا وجعتنا، كان لنا شد من كتر ما بنشده، من كتر ما هو كان في الحضيض. فشدناه، لبسناه، هيئناه، خليناه ياخد شاور ويعمل سشوار وادينا له فلوس. ما كانش يعرف شكل الدركسيون ده، خد بالك، ما كانش يعرف شكل الدركسيون، احنا اللي علمناه الدركسيون يا حبيبي، امسك واقف عدل. ما كانش يعرف شكل الفتيس، دلوقتي بقى ما شاء الله عليه فتيس. فكنا بنعيب على الواد ونقول مش مشكله خلاص، هو هروب صغير
فزي ما هرب من نادي الزمالك عشان هو خاين وهروبه، زي ما هرب من نادي الزمالك هيعملها مع النادي الاهلي. النادي الاهلي لا لك لا، ده نادي المبادئ. ما هو بيعمل ايه من وراك يا باشا لما انت نادي مبادئ ونادي نظام؟ عقل اصله منين نادي مبادئ ونادي نظام ونادي سيستم؟ عجبتني كلمه سيستم دي اللي كهربا قالها قبل كده، قال لك اصل في سيستم في الاهلي لكن مفيش سيستم في الزمالك. امال ايه ده؟ ده تسجيل لبابا. بابا بيظبط ان هو ياخد ماني بره الاهلي، ومش بس كده، ده بيقول لهم انا هضغط على الاهلي. الله، امال فين السيستم وفين النظام؟ وفي عمليه بتتم من ورا النادي الاهلي ومن ورا اداره نادي الاهلي، بتظبطوا الفلوس وبتقسموا الفلوس من ورا النادي الاهلي. والواد بيقول لك طب بقول لك ايه، اجيب الفاكس واوريه للنادي الاهلي الاول؟ قال له لا. كهربا قال له لا، قال له وريهولي انا الاول. ما يتقالش ان عيل جالك قعدت تتحمق عليه على الميديا وتقول اصل هو ما كانش اتربى عندكم فاحنا هنجيبه نربيه. نفس الاسطوانه اللي قلتوها على ايمان عاشور اهو. عندك اللاعب يا باشا في جوه ناديك بقاله سنين، قال لك بابا، اذا اعترف ان انت اللي مربيه، ادي تربيتك يا باشا استلم. احنا كان ممكن نرد على التفه بتفه، يعني احنا كنا لما قلت لنا انا تفيت على جمهور الزمالك كان ممكن جدا نطلع نقول لك كهربا عليك، ولكن احنا ما بنعملش كده يا كهربا. احنا متربيين اصلنا، احنا متربيين. هل الطبيعي والمنطقي انه يتم التعاقد مع لاعب عن طريق النادي بتاعه ولا عن طريق اللاعب شخصيا؟ لو عن طريق اللاعب شخصيا كانت حزلت من زمان قوي، ولكن الطبيعي السيستم واخد لي بالك اللي انتوا 24 ساعه السيستم بيقول انه اي نادي عايز يتعاقد مع لاعب اذا بيروح عن طريق النادي بتاعه وبيخاطب النادي بتاعه وبيبعت له خطاب. مذيعه اللي معتمده على انها تجيب ضيف وتقلل ادب وتطلع تضحك وضحكتها تكهكه في البرنامج وتقول لك تفيت عليهم عادي وتضحك وهو يضحك ويسخن اكتر عشان خاطر ايه؟ جماهير الاهلي تسقف له وتقول له برافو عليك. 4 برامج معتمدين ان هم يجيبوه عشان يقلل ادب، علشان الناس تتفرج والريتش يعلى ويلا نشغل طبله. جماهير الزمالك اللي انت طلعت شتمتهم دول اللي غرموك 300,000 جنيه يلا عشان انت لاعب قليل الادب. ما هو اللي بيتف ده قليل الادب، ومعنى ان انت تفيت تبقى انت قليل الادب. فما شفناش يعني تصريح من النادي الاهلي ولا بيان ولا اي زفت يقول لك انه يستنكر فيه ان اللاعب عمله. شفنا بس ان المشنقه بتتعلق لناصر ماهر فقط وهو ما غلطش، لكن لاعبهم يطلع يغلط غلط علني في مجلس الاداره وفي الجمهور وبيشكك في العلاقه ما بين مجلس الاداره والجمهور علشان يقول لهم لا انا ما دفعت لهمش حاجه، دفعت لهم جزء ولسه فاضل لهم جزء. ما تقول لهم يا حبيبي ان الفلوس دي مستلفها من النادي الاهلي. ما انت واخد الفلوس دي من النادي الاهلي يا حبيبي 8 مليون صح؟ واخد من ساويرس شويه ومن النادي الاهلي شويه عشان تكمل، علشان احنا نفضناك يا كهربا. حقك تضايق يا كهربا. نادي الزمالك قشطك وبالعكس كمان بقيت مديون للنادي الاهلي وبقيت كمان مديون لبره النادي الاهلي. لازم تدفع 8 مليون اللي انت واخدهم من النادي الاهلي، بس بعد ما تدفع ال8 الاهلي ساعتها هيعلن ان هو خلاص استغنى عنك، ومش بس هيقول انه استغنى عنك لسبب عادي، لا ده هيستخدمك علشان يرجع العلاقات مع نادي الزمالك. هيقول لك انا استغنيت عن كهربا عشان هو بيثير المشاكل ما بين جماهير النادي الاهلي وبين جماهير نادي الزمالك، فاحنا استغنينا عنه عشان عايزين العلاقه تكون طيبه ما بين الناديين. زي ما انت عارف دي اسطوانه بتمشي على الكل وانت مصدقها وعارفها كويس جدا. وبعدها لا جمهور الاهلي هيفتكرك ولا جمهور الزمالك هيفتكرك. جمهور الزمالك اوريدي انت شاتمه قليل الادب وقليل الاصل معاه فمش هيفتكرك، وجمهور الاهلي اوريدي امام اللي انت جايبه اخذ الاضواء منك، وساعتها محدش هيفتكرك يا كهربا ولا هتيجي على بالنا اصلا. احنا هنرجعك الحضيض يا كهربا زي ما جبناك منه.